هاتي كيلو دقيق وتعالوا نفرح الولاد اول يوم المدارس، كل سنه وانتم طيبين. هتعملي معايا احلى قرقوشه كده، وخصوصا لو عندك اولاد في الحضانه. وفي نفس الوقت من كيلو دقيق هنعمل احلى قرص هتنول اعجابكم، حتى لو اول مره هتعمليها. دي كده محشيه معايا ملبن او عجوه اللي انت حباه في الاتنين، ما شاء الله اللهم بارك. حاجه كده صحيه ومفيده تقدري تديها لاولادك في اللانش بوكس. هتبداي كده الطريقه معايا، تسمي بالله وتصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما اتفقنا انا عملت كيلو دقيق، طبعا الكميه اللي انت حباها تقدري تضاعفي الكميه. كيلو الدقيق نزلت عليه بربع معلقه صغيره من الملح. بعد كده نزلت بربع معلقه من الفانيليا، واستخدمت معلقه من البيكنج باودر، ومعلقتين من السكر. مش هكتر في السكر لان احنا زي ما اتفقنا هنحشيها مع بعض، فالحشوه معايا هتبقى مسكره. استخدمت كوبايه من الزيت وكوبايه من السمنه، ميكس ما بين الاتنين. الكوبايه دي المقدار بتاعها 200 جرام، يعني الكيلو اخد مني ماده دهنيه 400 جرام. ما تقوليش ده كتير، علشان تبقى معاكي كده بتدوب في بقك ويبقى طعمها حلو. بتبسيهم بنفس الطريقه. الخميره اهم حاجه تعملها اختبار لو انت مش متاكده منها، علشان ما تضيعش معاكي الوصفه في الاخر. هنا انا هعجن بلبن رايب، بفضل ان انا اضربه في الخلاط علشان ما يبقاش فيه تكتلات، اكيد انتوا فاهميني. او اللبن يكون قاطع معاكي، بيبقى كده قوامه زي الكريمه. مش بتعجنيها كتير ولا حاجه، لان هي بتبقى دايبه كده، فمش بتحتاج عجن كتير. العجينه ما بتبقاش يابسه ولا هي طريه بتلزق، بتبقى في المعقول. الحشوات بقى تعالوا نجهزها مع بعض. انا هنا عندي عجوه فرزاها في الفريزر، ان شاء الله هبقى اعمل معاكم الفيديو ده. بتنفع او بتبقى احلى من اللي بتجيبيها من بره مليون الف مره. كفايه ان انت ضامنه نظافتها. نزلت عليها بمعلقه سمسم ومعلقتين من السمنه كده، فكهم على النار. السمنه بتساعدك ان الحشوه تبقى محتفظه كده، العجوه يعني وهي في القرص ما تبقاش ناشفه معاكي وما تلزقش وانتي بتعجنيها كده. او زبده، سمنه او زبده المتوفر عندك من الاثنين. ابداي بقى كوريها، جهزي كده الحشوه جنب منك علشان ما تاخديش وقت طويل وانتي بتجهزي القرص. هنا عملت معاكم شكلين، الشكل اللي هو المكور حاولي تخليه كده كله حجم موحد، وعملت معاكم اللي هو المبروم ده. هقول لكم ليه دلوقتي. هنا برضو حشوه تانية استخدمت ملبن. مش عاوزه اقول لكم بقى اللي انا بستخدمه ده مش فانيليا، دي ريحه الموز. اكيد اللي بيعملوا كحك وبسكوت بيجيبوا ريحه الموز من عند اي عطار، بس حطي حاجات بسيطه منها علشان زي ما انتم عارفين ريحتها نفاذه قوي. هتفرق معاكي في ريحه القرص وفي طعمها، هيبقى خيال. طبعا نزلت برده بالسمنه علشان ما تلزقش معايا. السمنه بتفكيها على النار، ولو حابه تستخدمي معلقه سمسم على الملبن عادي مفيش اي مشاكل. ما عندكيش ريحه الموز استخدمي فانيليا. ابدأي برضو كوريها وجهزيها. عاوزه اقول لكم كيلو الدقيق بنستخدم له حشوه نص كيلو من الملبن او من العجوه، او ميكس مع بعضه عجوه وملبن نص كيلو. هنا العجينه كانت اختمرت معايا، فرغت الهواء اللي فيها ضروري جدا. وبعد كده بتبقي برضو مغطيها بالكيس علشان وشها ما ينشفش معاكي. وابداي خدي كده كوري حته صغيره وافرديها بنفس الطريقه، وحطي الحشوه فيها والتقفيله تكون لتحت اللي انا لميت عليها العجينه كده. حطيها لتحت وافرديها، ده السمك كده المناسب. شايفين كده بحاول اوريكم ده سمك القرص، لا هي رقيقه قوي ولا هي برضو سميكه. على صينيه بقى، يفضل صواني الومنيوم بتوزع الحراره كويس. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هعمل معاكم واحده كمان بنفس الطريقه. الحشوه بتتفرد معايا بكل سهوله، بتبقى الحشوه كده في كل القرص متوزعه فيها كلها بنفس الطريقه كده. وبتبداي تسيبي ما بين كل، هنا بوريك التقفيله، شايفه التقفيله اللي انا مقفلاها مش مبينه الحشوه فيها. لو ما قفلتيش كويس الحشوه هتخرج على الصينيه، سواء العجوه او الملبن، وهتسيح وهتبهدل الدنيا. وسيبي مسافه ما بين كل واحده والتانيه. هقول لك ليه دلوقتي. علشان كمان لما بتدخليها الفرن حجمها بيتضاعف فهتلزق في بعضها، فانا عاوزاها تستوي من جميع النواحي. هنا ببدأ برضو هعمل معاكم واحدة بالملبن بنفس الطريقة. الحشوات بقى اللي ولادك يحبوها تقدري تعملي بيها. متهيألي كمان العجوة هتبقى مفيدة أكتر كمان عن الملبن، بس زي ما اتفقنا اللي انت حباه والمتوفر عندك. ابدأي بقى رصيهم. هعمل صينية بالملبن علشان تعرفي دي من دي. مثلا لو هتعملي ميكس زي، هتحطي الملبن في صينية والعجوة في صينية. هنا دي بقى بتعمليها كده زي القراقيش بالظبط، اللي انا زي ما قلت لكم عملتها مبروم. بتفردي من غير فراده ولا حاجه بايديكي. العجينه ما شاء الله اللهم بارك زي الملبن معايا. وهبدا كده اسويها. لو عندك القطاعه دي ماشي، بتدي شكل جمالي. مش متوفره عندك بسكينه. ابداي بقى. طبعا دي بتبقى سمكها اقل من القرص اكيد، وبتنحط في صينيه لوحدها علشان تسويتها بتاخد تسويه اقل من تسويه القرص. زي ما شفتوا معايا القرص حجمها مش السمك ده، شفتوا كده معايا، فما ينفعش تحطي الاثنين مع بعض وتدخليهم الفرن. اكيد دي هتاخد سوا بسرعه وهتتحروق
والقرص لسه ما استوتش، فدي كده هحطها على صينيه لوحدها. ما شاء الله، دي طبعا حسيت ان هي زياده شويه، دي هحطها في قلب الحشوه من جوه، فاهمين قصدي؟ يعني لما افرد القراقيش واحط العجوه هحط حته العجينه دي فيها، ما فيش اي مشاكل. هنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تقدري بقى تجيبي كيلو دقيق وتقومي تعمليه، ان شاء الله مش هياخد معاكي اي تجهيز ولا حاجه، والطريقه سهله وبسيطه ومفيش ابسط من كده ولا احلى من كده اكيد، وهتطلع النتيجه مرضيه وهتعجبكم باذن الله. شايفين كده معايا بحاول اخلي السمك موحد علشان ياخدوا تسويه زي بعض. هنا كده خلاص هخلص كل الكميه. اول حاجه بقى قبل ما ادخلهم الفرن انا بخلص على طول، مفيش 10 دقايق. اول صينيه انا جهزتها هي اللي هتدخل الفرن اول واحده، بتكون ارتاحت اكتر. معايا البخاخ ده فيه ميه وزيت مش اكتر من كده، بلمع بس الوش علشان يساعدك ياخد لون معاكي، ويبقى وش القرص بيلمع كده مش بهتان. رشه من السمسم على اللي فيه ملبن كده. بصوا بحاول اوريكم الحجم الضعيف معايا شويه كمان. فرن سخن درجه حراره 180، هياخد معاكي في الفرن بالظبط ربع ساعه وهتطلع معاكي احلى قرص. وبرده وهي في الفرن بختين 3 ما بين كل يعني 5 دقائق كده تيجي بخه بخه. ليه بقى؟ بيساعدك برضو زي ما اتفقنا، هتشوفي معايا دلوقتي. وهنا بقى تعالوا كده اما اقول لكم، شايفين اللي انا سبت ما بينها مسافه كده، لكن التانيه لزقت في بعضها، لا ما بفضلش كده علشان القرص تاخد تسويه من جميع النواحي زي ما انتم شايفين. اللهم بارك. كده ببخ برضو بالبخاخ، وانا فرني بيشتغل فوق وتحت. لو انتوا الفرن بيشتغل تحت لوحده بعد ما بياخد اللون بتولعي الشوايه. ولو لاحظتوا معايا انا حاطه الصينيتين مع بعض، واحده اخدت لون والتانيه لا. انت بقى بالنظر تتابعي بعينيكي، كل فرن يختلف عن التاني وتضيري للصينيه. هنا بقى اخدت لون من تحت ما شاء الله اللهم بارك. وهنا برده طريه زي انا كده بختبرها كمان وهي في الفرن، بقول لكم قد ايه طريه وهشه وطعمها كده زي العسل يستاهل بقكم. واللون اكيد انتوا شايفين بيتكلم عن نفسه، والتقفيله ما فتحتش معايا. ده كده برده لوحده. اللهم بارك بقى. خرجيهم اول ما تخرجيهم برده من الفرن، بخي بخه بالبخاخ وغطيهم، هتديكي بقى نتيجه مذهله. ابداي بقى لما يبردوا عبيهم في كيس. على فكره يقدروا يقعدوا معاكي يومين 3 من غير تلاجة ولا اي حاجه. ليه بقى؟ الماده الدهنيه اللي انا حطاها تساعدك ان هم ما يبقاش كده زي ما بنقول مبرول معاكي، لا هتبقى برضو طازه وطعمها هينول اعجابكم. اتمنى من كل قلب لو وصلتم لغايه هنا وعجبكم الفيديو لايك وشير علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. وكل الامهات تعمل معايا احلى قرص وتدعي لي دعوه حلوه. وكل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعلها سنه سعيده عليكم وعلى اولادكم يا رب، مليئه بالحب والخير لكل الاحباب. كنت معاكم فاتن الجندي، نتقابل في فيديو جديد سهل وبسيط. اشوفكم على خير، مع السلامه يا حلو.